ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا احلى امهات واجمل مدرسات. انا داليا، مدرسة رياض اطفال وام. يعني كل يوم بقابل اطفال باعمار وفئات مختلفة، وبشوف مواقف كتير بتقابلني بتخليني افكر كأم قبل ما اتكلم كمدرسة. في الفيديو ده انا حابة اتكلم معاكي عن حاجات احنا بنعملها مع الولاد بحسن نية، بس للأسف أنا اكتشفت إنها بتأثر فيهم بشكل كبير. كل اللي هقوله دلوقتي أنا مريت بيه وغلطت فيه، أحيانا لسه بغلط. بس لما فهمت تأثير الغلط ده بدأت أفهم إزاي ممكن أغيره. خليكي معايا يمكن تلاقي نفسك في نقطة تساعدك تعملي فرق كبير مع ابنك أو بنتك. أول غلطة هتكلم عنها هي المقارنة. بص صاحبك شاطر ازاي وانت ليه مش زيه؟ طبعا احنا بنقول الكلام ده بحسن نية، واحنا بنفتكر ان احنا كده بنحفز، بس للأسف هو مش بيسمعها كتحفيز خالص. هو بيسمعها ان انا مش كفاية، وان انا ماما كده مش بتحبني زي ما انا. حاولي تركزي عليه هو وتقدمه هو، هتفرق معاه نيجي بقى للغلطة التانية، وهي تجاهل المشاعر. واللي انا بشوفه انه غلط كبير قوي ان انا اتجاهل مشاعر الطفل. يجي هو بيعيط عشان في حاجة مضايقاه وبيعيط جامد، وانا اقول له دي حاجة ما تستاهلش اللي انت عمله. هي بالنسبة له حاجة كبيرة وجواه دوشة مش عارف يرتبها. جربي كده تقوليله في وسط الزعل ده انا حاسك زعلان او متضايق، لو حابب تيجي تحكيلي انا هسمعك. صدقيني هيهدى بسرعة. وعلى فكرة انا مش بشجع الدراما ولا حاجة، انا بس بحاول اعزز جواه حاجة. انا بس بحاول احسسه بالامان علشان الاقي شخصية ناضجة. الغلطة التالتة بقى هي الاوامر الكتير، اللي هو من ساعة ما بيصحى من النوم قوم كل اقعد ذاكر نام اصحى اتكلم بصوت واطي. احنا ساعات بننسى اصلا ان دماغه الصغيرة دي مش قادرة تعالج كمية الأوامر اللي احنا عمالين نديها. جربي كده تقوليله أنا عارفة إن أنت بتحب تلعب، بس وقت اللعب خلص. تحب تلم اللعب لوحدك ولا تخليني أساعدك وإحنا بنلمها؟ فرق كبير قوي 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 إن انتي تديله اوردر مباشر وإنك تخليه ياخد معاكي قرار. الغلطة الرابعة بقى هي ازاي احنا كلنا بشر وبنضغط وغصب عننا ساعات كتير بنزعق، بس للأسف الطفل مش بيسمع الزعيق خالص على انه تربية، مش بيترجمه كده اصلا. هو الزعيق بالنسبة له تخويف. مرة ابني كسر حاجة وانا كنت ساعتها تعبانة قوي ومضغوطة قوي، ورجعت قعدت ازعق فيه جامد، بس هو بصلي كده بعيون كلها حزن. ساعتها انا فهمت ان انا في الوقت ده خسرت لحظة تربية وكسبت بس لحظة سيطرة. دلوقتي بقى لما بقيت احس ان انا خلاص هتعصب بسيب نفسي وقت اهدى وبعدين ابدا اتكلم معاه. بقيت ساعتها فعلا بعرف اوصل بجد الغلط فين. الغلطة الخامسة بقى هي التوقعات العالية. النقطة الأخيرة والمهمة إن إحنا بقينا بنعلي قوي سقف توقعاتنا مع الأطفال. هو أنت كبير افهم، أنا مش محتاجة أعيد كلامي كذا مرة. لا، للأسف هو لسه مش كبير. احنا بنطلب منهم ينضجوا قبل أوانهم على فكرة. هو لسه مش كبير ولا هيفهم من أول مرة ولا حاجة. انتي محتاجة تتعبي شوية، وهي دي حلاوة الرحلة على فكرة. لو حابة أقولك كلمة أخيرة هي إن إحنا مش ملايكة ولا سوبر ماميز ولا سوبر تيتشرز ولا أي حاجة. إحنا بس بنحاول وبنغلط، وده جزء طبيعي من الرحلة على فكرة. المهم إن إحنا نكون واعيين ونبدأ نغير ولو حاجة بسيطة. قوليلي في التعليقات غلطة حسيتي إنها تكون شبهك، ممكن تعملي شير للفيديو لأي ماما حاسة إن انتي حابة تساعديه. وافتكري دايما إن الطفل مش محتاج أم مثالية، الطفل محتاج
أم حقيقية بتحبه بجد، بتحاول تفهمه. باي.